نص كيلو دقيق ومعلقة كبيرة سكر ومعلقة ملح صغيرة ومعلقة خميرة كبيرة، وامزجيهم ببعض جيدا، واضعي بقى بيضة كاملة وبياض البيضة التانية، والصفار اركنيه عشان هندهنه بيه الوش، وكوب وربع ماء دافي، وتعجنيهم في بعض كويس قوي، ومعلقتين كبار زيت، وبعدين تعجني تاني عجينة تبقى بالمنظر ده متماسكة وجميلة، وبعدين دهنيها بالزبدة او بالزيت من بره، واركنيها لحد ما تخمر بالمنظر ده، تقطعيها وتبتدي تعملي الفطاير الجميلة بالسمسم. عايزة اقولك تحفة، وريحتها خطيرة خطيرة. اعمليها فرديها كده وبروميها، بتجي بروميها عشان طبعا تعملي الكحك. الفطيرة عبارة عن كحكة بالمنظر دوت، وبعدين تلفيها وتيجي بقى على الحتة دي تحاولي تبرميها تاني بحيث تبقى الكحكاية مدورة كلها، مش حرف وحرف، لا، بالمنظر دوت. شايفة جميلة ازاي؟ وبعدين غطيناهم شوية ارتاحوا، وحضرنا صفارة بيض وشوية لبن ومزجناهم ببعض عشان ندهن الوش ونحط السمسم، بحيث ان يبقى يديكي منظر خطير ده. وزي ما انت شايفة بعد السوا شكلها ما شاء الله تستاهل بقك، وبألف هنا لو عملتيها.